السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جاي لكم فيديو جديد وان شاء الله يكون مفيد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي جاي لكم ان شاء الله نعمل مع بعض النهارده نشوي سمك، ونعمل الفول بتاع بقى السحور. دخلت رمضان علينا وكل سنه وانتم طيبين. احنا دخلنا في رجب اهوت، خلاص الايام قربت، وطبعا في ناس كتير بتبقى صايمه بقى في رجب. فهنعمل مع بعض بقى الفول بتاع السحور، وندخل بقى كده على الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه هعملها هنغسل طبعا السمك بتاعنا غسيل نظيف. وعايزه اقول لكم ان شوي السمك في البيت انضف واوفر الف مره من بره. يعني بره ربنا يحسن يا رب ما بين ايديهم برضو، بس عايزه اقول لك ان الا من رحم ربي، يعني في ناس كده ما بتغسلش بقى السمك كده، انما انت لما تجيبي بقى السمك وتغسليه غسيل نظيف كده في البيت وتشويه انتي، سواء عندك فرن او ما عندكيش، على صاجة بقى في فرن البوتاجاز، زي ما انت عايزة. بس يعني شوي السمك في البيت بيبقى اوفر الف مرة. يعني هو انت عارفة الوقت بتشوي السمك بره بمبلغ وقدره، يعني كل حاجة غلت، حتى شوي السمك يعني. فلما بتشوي بقى في البيت، ما يكون عندك فرن كده صغير بتشوي بقى فيه براحتك خالص، بيبقى احسن وانضف من بره. وانت بقى اللي بتبقى عاملة التمليحة بتاعته وضامنة نظافتها وظابطة الحدق بتاعه ومظبطه بقى حالك كده. انا معايا بوري ومعايا ايه اللي هو الشبار الصغير، السمك الصغير ده. عايزه اقول لكم ان السمك الصغير ده بيبقى صحي جدا عن الكبير. فاحنا بنحب يعني الصغير كده، يعني كنا جايبين النهارده من ده ومن ده، وبنعمل برضو الكبير عادي. بس يعني ايه، النهارده جت صدفه قدر كده ان هو جه معانا الصغير ده ومعانا الكبير. هنشويه عادي وهنملحه وهنوضبه ونخليه زي الفل. وهنطبخ بقى شويه رز جنبه وسلطه، ونعمل بقى الفول وفضل ونعمة. ودي فكرة غدا كده، ممكن لو محتارة بقى تتغدوا ايه وكلام من ده النهاردة، هنجيب سمك ونشوي وعلى السريع كده بشوية رز وشوية سلطة بيبقوا زي الفل. وانت عارفين طبعا السمك قد ايه مفيد وكده. انا بحط بقى السمك كده في المصفى عشان كل الحاجة القشر اللي نزل منه ده ينزل في قلب المصفى، ما ينزلش معايا في الحوض ويسد لي الحوض وكده. وبعد برضو ما غسلت السمك حلو، بمسك بقى الحوض بتاعي بعد غسيل السمك ده، اغسله غسلة محترمة كده حلوة قوي من الزفارة اللي فيه، وعقمه واحط عليه بقى شوية خل كده واشيل منه اي زفارة كده خلاص. طبعا ده احنا كنا كده في اول اليوم، هيتملي مواعين تانية وكل حاجة. بس برضو بعد السمك ده لازم تمسكي بقى الحوض بتاعك كده، تغسليه وتنضفيه وتخليه زي الفل، وتعقميه كده في الاخر وترش عليه شوية خل كده، هيشيل اي زفارة من من الحوض بتاعك بعد غسيل السمك. بس كده. وبدأت بقى انا بقى قبل ما اطلع قمت قايله انقع بس شويه فول كده. انا بنقع الفول، ما بنقعوش كتير، يعني ما بسيبوش مثلا 10 ولا 12 ساعه زي ما الناس بتقول. لا يعني بقوم رايحه عاملاه. انا بحط عليه بقى، بحط عليه شويه فول مدشوش، بس الفول اللي هو بتاع الطعميه ده انا بجيبه مخصوص عشان خاطر تجميس الفول. انا ما بحطش عليه لا عدس بقى ولا طماطم ولا اي حاجه من دي. انا عايزه احس بطعم الفول، يعني طعم الفوله نفسها بيبقى طعمها حلو قوي. انا ما بنقعوش بقى كتير، يعني ما بسيبوش 10 12 ساعه، لا يعني 4 5 ساعات كده. يعني ده كنا الصبح، كنا في حدود الساعه 12 كده، ولعت عليه على الساعه 5 كده. يعني سبته حوالي عن 4 ساعات كده ولا حاجة، ولا 4 ولا 5 ساعات كده وخلاص. بدأت بقى أشوي السمك بتاعي. أنا رصيته كده زي ما انتم شايفين، حطيته عملته في الردة الأول، وسخنت الفرن حلو قوي، ورصيته بقى على المطرحة وهدفته في الفرن. بس حطيت البوري كده على جنب والسمك الصغير ده على جنب، وبقلبه وبعد ما اقلبه ويحمر زي ما انتم شايفين كده، بجيبه الجهادي برضو شويه، بجيبه الجهادي كده عشان خاطر الراس بتاعه تستوي ويبقى زي الفل، وبقلبه اكتر من مره. وخلاص على كده. انا البوري بنرش له ملح وكمون وكزبره وشطه. والسمك الصغير ده ببلله. بس انا كمان ببقى على السطح لوحدي، ببقى ماسكه التليفون بايد وبعمل بايد، فمعرفتش اصور تحديق السمك يعني. بس هشرحه لكم اهو. وكده بقى بولع على شويه رز. انا الرز بغلي له الميه الاول، بحط شويه زيت يسخنوا، واقوم حاطه الميه تغلي، واقوم نازله عليهم بالرز اللي انا غسلاه ومصفيه. حسيت انه محتاج ميه، البراد ده فيه ميه سخنه، زودته ميه وخلاص على كده. فبقول لكم بحدق بقى السمك الصغير ده ازاي. بجيب توم مدقوق، وبحط عليه كمون وكزبره وشطه وليمون، وبحط عليه شويه ميه، وبطلع بقى السمك من الفرن، انزله على طول في قلب في قلب
الميه ديت الحدق ده بس. وسلطه بقى، وكان ليمون مخلل وشويه رز ابيض. ده اللي كان عايز ياكل في الوقت ده. غرفت الاكل يعني، وده الاكل بتاعنا النهارده. يا رب يا حبايبي يكون كده الاكله كده عجبتكم. وشوي السمك في البيت والله نعمه بجد. الفول بتاعي اهو. انا صفيته غسلته كويس وصفيته. وقمت جايبه بقى الايه، الفول الميه دي ميه مغليه. تحطي عشان خاطر تضمني ان الفول بتاعك يبقى لونه ما يغيرش. حطي عليه ميه مغليه، وكل لو نشف وحبيتي زوديه برضو ميه مغليه. هحط بقى عليه ايه، هحط عليه ليمونه ومعلقه كركم بس. مش بحط اي حاجه تانية غير كده. بعصر بقى نص ليمونه كده وبحطها في قلب الفول. بس لما باجي اكيسه بشيل نص الليمونة دي خلاص يعني، بس كده. وبحط بقى نطرة بقى كده نص معلقة كركم. بحطها بقى عليه وخلاص على كده بس. بغطي بقى عليه لما يغلي غليان حلو. اقوم نقلاه بقى على العين الصغيرة وتحتيه صاجة. وبقفله حلو، بقفل الغطا حلو عشان خاطر ما يدخلوش اي هوا، ويغير برضو ايه من لون الفول. بس كده. واحط بقى نطرة الكركم كده. بس الكركم بقى بيديله لون حلو وقيمة. يعني انت عارفين بقى ان الكركم بيبقى ايه، بيبقى قيمته الغذائية حلوة يعني. اهو. يلا بقى عايزاكم تحطوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناه لو وصلتوا لحد هنا. انا ليه اغلب اللي بيتفرجوا على الفيديو مش بيشتركوا؟ بالله عليكم اشتركوا لي بقى في القناه. انتوا عارفين شروط اليوتيوب صعبه. فبالله عليكم بقى اشتركوا لي في القناه عشان نخلص كده ال1000 مشترك. وتحطوا لي بقى لايك للفيديو كده عشان خاطر يترفع. اهو كده الفول بتاعي استوى. انا كده كنت خلاص يعني الفول خلاص استوى. وكلام من ده وشويه كده واطفي عليه. لو عندك بقى هاند بلندر اضربيه بقى في الوقت ده وكيسيه وهو مضروب جاهز. بس انا طبعا انا ما عنديش. ربنا يوسع علينا وعليكم يا رب. او في الخلاط زي ما انتوا عايزين. بس انا بكيسه زي ما هو كده. وبعد ما بيطلع بقى بنهرسه بالشوكه وخلاص يعني. بس لو في هاند بلندر بقى تضربيه في الحته ديت. او تضربيه في الخلاط وتكيسيه براحتك. بس الخلاط بقى غلبة يعني، كل شوية تقعدي بقى تضربي خطوة بخطوة كده. لا خلاص، هو بكيسه كده وبطلعه بهرسه بالشوكة وخلاص. ده الفيديو بتاعي يا حبايبي النهاردة. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.